تعالوا احكي لكم قصة عميلة كانت عندي وقصة عميلة تانية برضو كانت عندي، بس الفرق بينهم بسيط جدا عشان اوريكم قد ايه انه الفروقات ما بين نفس الحاجة يعني. فاهمين؟ المهم انه كان عندي عميلة دايما بتوافق على اي طلب يتقال لها، حتى لو كانت مشغولة او مرهقة كانت بتحس ان هي لازم ترضي الكل. لما ابتدينا بعد كده بقى نشتغل مع بعض اكتشفنا انها عندها fear rejection، هو الخوف من الرفض. كانت بتخاف تقول لأ علشان الناس ما يزعلوش منها. في المقابل بقى العميلة التانية كانت بتوافق على كل الطلبات برضو، بس السبب عندها كان مختلف. كل مرة بترفض فيها طلب صغير أو بسيط كانت بتحس بالذنب جدا، ده لأن هي من صغرها كانت بتسمع جمل زي لو بتحبيني هتعملي ده عشاني. الجمل دي زرعت فيها إحساس إنه رفض الطلب معناه إنها مش بتحب الناس اللي حواليها، سواء كان الخوف ده خوف الرفض دوت انها تقول لا من فقدان القبول، ان هي حاسه انها مش مقبوله، او حتى انها حاسه بالذنب لما تقول لا. الاتنين بيخلوكوا تحسي ان انت مضطره تقولي ماشي او نعم على اي طلب يطلب منك، حتى لو صغير او كبير قوي، حتى لو ده على حساب راحتك وصحتك النفسيه. ده بسبب ايه بقى؟ الخوف من رفض الناس ليكي او احساس الذنب اللي اتعلمتيه من صغرك هما اللي بيخلوكي تقولي ماشي او نعم تلقائيا، حتى لو جواكي الاجابه الحقيقيه اللي هي لا، حتى وانتي من جوا عايزه تقولي لا. هقولك بقى تتصرفي ازاي في الموضوع ده. في تمرين صغير هتعمليه معايا. اكتبي 3 مواقف قلتي فيهم ماشي او نعم على حاجه انتي مش مرتاحه فيها، وجنب كل موقف اكتبي سبب موافقتك، لو ده سببه ان انتي خايفه تترفضي ولا حاسه بالذنب لو قلتي لا. بعد كده اكتبي جمله هتساعدك المرة الجاية، زي ايه مثلا؟ انك تقولي طب ممكن تديني فرصة افكر، او انك تقولي لا بأدب من غير ما تخسري اللي قدامك، او انك مش محتاجة تضحي براحتك عشان تثبتي حبك لحد. لما تتعلمي تحطي حدود هتلاقي ان الناس اللي بتحترمك فعلا هيفضلوا جنبك، وانك تستحقي تحبي نفسك زي ما بتحبي غيرك. انك تقولي لا ده مش قلة اهتمام او انك ما بتحبيش اللي قدامك، بالعكس ده احترام لنفسك. ايه اكتر حاجة بتخليكي تقولي نعم او ماشي على اي حاجة، على حاجة معينة وانتي مش مرتاحة؟ وشاركيني تجربتك في الكومنتات وانا هديكي خطوة عملية تساعدك تقولي لا من غير ما تحسي بالذنب.